مشروع العسل من البيت. مشروع العسل من البيت مربح إذا أدير بحكمة، لأن رأس ماله قليل والطلب عليه ثابت طوال العام. الفكرة الأساسية: لست مضطرا إلى تربية النحل بنفسك في البداية. ابدأ كمعبئ ومسوق، تشتري العسل الخام من مناحل موثوقة، وتعبئه في براطمات أنيقة، وتبيعه تحت اسم تجاري خاص بك. فإذا نجحت وسعت العمل وأنشأت منحلا صغيرا على السطح. خطوات التنفيذ: التوريد: انزل إلى أسواق العسل في محافظتك أو تواصل مع نحالين معروفين. المهم أن تأخذ عينة وتجربها بنفسك. العسل الأصيل ثقيل، رائحته قوية، ويتبلور في الشتاء. ابتعد عن العسل الرخيص جدا فإنه مغشوش غالبا. ابدأ ب3 أنواع فقط: زهرة البرسيم، الموالح، الجبلي، فهذه تغطي أكثر حاجات الناس. التعبئة والتغليف: اشتري براطمات زجاجية بأحجام 250 جراما و500 و1000. الزجاج أفضل من البلاستيك لحفظ العسل. أصنع لاصقا لاسم العلامة التجارية. الاسم هو الذي يبيع، ليس العسل وحده. اجعل التصميم نظيفا والخط واضحا، واذكر نوع العسل وتاريخ الإنتاج. التسويق والبيع: ابدأ بدائرة المعارف والأهل والجيران. اجعل أول 20 عميلا يجربون ويعطون رأيهم. ثم افتح صفحة على فيسبوك وإنستجرام. صور البراطمات تصويرا جيدا على خلفية خشبية أو قماشية. الفيديو القصير الذي يظهر صب العسل يجذب أكثر من الكلام الكثير. واجعل التوصيل عن طريق مندوب أو شركة شحن إذا اتسع العمل. التكلفة التقريبية للبداية: كيلو عسل البرسيم جملة يكون بين 80 و 120 جنيها. البرطمان الزجاجي ذو 500 جرام يكون بين 8 و 12 جنيها. اللاصق والتغليف يكون بين 3 و 5 جنيهات. فتكون تكلفة البرطمان ذي 500 جرام عليك 55 إلى 75 جنيها، وتبيعه ب120 إلى 150 جنيها. الأخطاء التي يجب تجنبها: لا تشتري عسلا مغشوشا لتربح أكثر، فإن سمعتك ستضيع في شهر. ولا تسخن العسل ليصير سائلا، فالتسخين يفسد فوائده وطعمه. ولا تهمل الترخيص إذا كبر العمل، فبعد 200 أو 300 برطمان في الشهر يجب أن تخرج سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية لتتعامل مع المحال والسوبر ماركت. كيف توسع المشروع؟ بعد 3 أشهر إذا ثبت المبيعات، اشتري خليتي نحل وابدأ بالتعلم. فالفيديوهات التعليمية تعلمك الأسس. أصنع منتجات جانبية كالعسل بالمكسرات وشمع العسل والبروبليس، فهامش ربحها أعلى. استهدف محلات الأكل الصحي والنوادي الرياضية والصيدليات، فإنهم يدفعون جيدا ويطلبون كميات. الكلمة الأخيرة: الناس يشترون العسل لأجل الثقة. كن صادقا في النوع والمصدر، وصور فيديو وأنت تستلم العسل من النحال، فتشعر العميل أنك تهتم بالجودة. فهذه الثقة هي رأس مالك الحقيقي.